ده طاجن مكرونه بالفراخ والمشروم، بيطلع كريمي وطعمه خطير، من احلى واسهل الوصفات اللي انتوا ممكن تعملوها وتجربوها على الغداء. الطريقه بتاعته سهله جدا وبياخدش وقت في التحضير خالص، بس بيطلع جوسي وكريمي وطعمه بيطلع تحفه. اول حاجه تبل الفراخ، دي صدور فراخ متقطعه مكعبات، هضيف عليها التوابل، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، معلقه صغيره من الثوم والبصل البودر، ومعلقه صغيره من البابريكا، وتوابل الفراخ. بقلب الفراخ والتوابل مع بعض، وبعد كده في طاسه على نار عاليه بضيف مكعب من الزبده، واول لما الزبده تسيح بضيف عليها مكعبات الفراخ، بسيبها الاول على نار عاليه، وبعد كده بقلب فيها على نار متوسطه لحد لما الفراخ لونها يتغير وتبقى بالشكل ده. بضيف عليها بصل وفلفل الوان ومشروم متقطعين، وبقلبهم مع بعض دقيقتين على النار، وبعد كده بغطي عليها واسيبها 10 دقايق. بعد 10 دقايق الفراخ خلاص بتكون استوت، ببدا ان انا اطلعها من الطاسه، وفي نفس الطاسه هعمل البشاميل. بضيف مكعب من الزبده مع معلقتين كبار من الزيت، وبضيف عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وبقلبهم مع بعض، وتدريجي هضيف عليهم كوبايتين من اللبن. بضيف شويه من اللبن واقلب، شويه من اللبن واقلب، بنزل باللبن تدريجي لحد ما القوام عندي يبقى كريمي ويبقى بالشكل ده. بضيف عليهم معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومكعب من المرق. بقلبهم مع بعض، وعايزه القوام بتاعي يبقى خفيف شويه، فضفت كمان نص كوبايه من ميه سلق المكرونه وطفيت عليها، وبعد كده ضفت الفراخ وضفت عليها المكرونه المسلوقه وقلبتهم مع بعض. هضيف نص كميه البشاميل على المكرونه والفراخ وهقلبهم مع بعض، وهسيب النص التاني عشان هضيفه على وش الطاجن قبل لما يدخل الفرن. وبعد كده هجيب طاجن بيدخل الفرن وهضيف فيه المكرونه والفراخ، وعلى الوش هضيف كل كميه البشاميل، وكمان هضيف شويه من الجبنه الموزاريلا والفلفل الالوان والمشروم. بدخلها الفرن بس تحت الشوايه 10 دقايق بس لحد ما الجبنه الموزاريلا تسيح، وبتطلع كريمي وطعمها خطير، من احلى واسهل الوصفات اللي انتم ممكن تعملوها وتجربوها. طعمها تحفه وبتبقى كده جوسي ومتغرقه بالبشاميل وطعمها بيطلع خطير. لازم تجربوا الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم، وبالف هنا.